السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد ازاي ننسق صورة في الوورد وازاي نعمل كارت زي اللي قدامنا ده. طيب انا هشتغل في ورقة جديدة خالص. خلينا نعمل كنترول اند علشان اجيب اخر المستند، وبعدين كنترول انتر علشان انزل صفحة جديدة. احنا هنشتغل في صفحة جديدة دلوقتي. اول حاجة هعملها انا عايزة الصورة اللي هشتغل بيها، فانا علشان اضيف صورة في الوورد من قائمة انسرت، وبعدين هروح بيكتشر this device. بعد كده بتشوف الصور عندك فين، على الاي، على الاف، على فلاشة. شوف الصور اللي انت عايز تنزلها. انا هختار الصورة دي وبعدين هدوس على انسرت. كده انا ضفت الصورة. اول ما بنضيف الصورة بيظهر شريط تنسيقات خاص بالصورة اسمه بيكتشر فورمات. من الشريط ده، من بيكتشر فورمات، روح على حاجة اسمها راب تكست وخليها تايت. مهمة جدا جدا الخطوة دي. لو ما عملتش الخطوة دي الصورة هتفضل في مكانها، مش هتعرف تحرك الصورة وهتبقى مضايقاك خالص في الوورد. طيب دلوقتي انا بعد ما عملت راب تكست هتلاقي الصورة ممكن تتحرك معايا، كمان ممكن اصغرها واكبرها، مفيش اي مشكلة في الصورة. خلينا نصغر الصورة كده شوية. طبعا علشان تحرك الصورة كليك شمال في وسط الصورة واضغط واسحب. كده انت بتحرك الصورة. عشان تكبر وتصغر الصورة، اي دايرة من الدوائر دي، اي دايرة من الدوائر دي بتصغر وتكبر الصورة. خلينا نعمل الصورة كده. احنا كده تمام. عايزة اخد منها كوبي بقى، واخد منها يعني اخد منها نسخة علشان تبقى اكنها باصة لنفسها الناحية التانية. هاخد منها نسخة ازاي؟ وانت واقف عليها كده اعمل كنترول سي وبعدين كنترول في، هتعمل منها نسخة تانية. بس خلي بالك ما تاخدش نسخة الا لما تبقى مظبط الصورة خلاص والابعاد بتاعتها كده تمام، يعني حجمها كده تمام، ويبقى ينفع تاخد اتنين جنب بعض. طبعا متفقين ان اول ما بنضيف صورة بيظهر شريط التنسيقات اللي هو باسم بيكتشر فورمات. لو انا مش محدد صورة هتلاقي الشريط ده ما بقاش موجود. طب تظهره ازاي؟ حدد الصورة هتلاقيه ظهر معاك. طبعا قبل ما تاخد كوبي وقبل ما تعمل اي حاجة في الصورة زي ما اتفقنا، من راب تكست وخليها تايت علشان تقدر تتحكم في الصورة. طيب انا حطيت الصورتين والمفروض احطهم جنب بعض. طبعا انت ممكن تحرك الصورة دي مش من الماوس، ممكن بالكيبورد، السهم يمين، سهم شمال، سهم لفوق، سهم لتحت. كده انا تقريبا الصورتين بقوا لازقين في بعض وتمام. بس المشكلة ان الصورة دي مش باصه على الصوره دي، الصوره دي بنفس اتجاه الصوره دي. انا عايزه الف الصوره دي اخليها باصه على الصوره دي. اعمل كده ازاي؟ حدد الصوره وهتلاقي شريط بيكتشر فورمات ظهر تاني اهو. من بيكتشر فورمات هتروح للاداه اللي اسمها روتيت اوبجكت. افتح الاداه، هتلاقي الاختيار اللي قبل الاخير فليب هوريزونتال، دوس عليها. هتلاقي الصوره بقت اكنها بصة على اختها الناحية التانية، يعني الصورة دي بقت عكس الصورة دي. طب تمام وزي الفل كده لغاية دلوقتي احنا ماشيين كويس. بس في مشكلة كبيرة، اما باجي بسحب الصورة دي ما بتبقاش مع الصورة دي. انا عايزة الصورتين يبقوا صورة واحدة، انا عايزة ادمج الصورتين يبقوا صورة واحدة. مهمة جدا جدا الخطوة دي. طيب انا هعمل كنترول زد علشان ارجع خطوة لورا، وبعدين عايزة اعمل الصورتين صورة واحدة. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ خليك دايس على زرار الكنترول اللي هو زرار الكترل، وبعدين دوس على اول صورة كليك شمال، وبعدين دوس على تاني صورة كليك شمال. كده انت حددت الصورتين. شيل ايدك من الكنترول وبعدين اعمل كليك يمين على اي صورة من الصورتين، جروب جروب. احنا كده خلينا الصورتين بقوا صورة واحدة. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اغير الافكت بتاعت الصورة دي شوية زي ما احنا عاملين فوق كده. اغير الافكت بتاع الصورة، وكمان ممكن اعمل زي انعكاس كده للصورتين دول. هنعمل الكلام ده ازاي؟ الاول انا عايزة احدد صورة منهم. طبعا علشان احدد لو انا بدوس كليك واحدة كده انا محدد الاتنين، لان الاتنين معمول لهم جروب. لو دوست تاني كليك شمال هتلاقيك حددت صورة منهم. طيب روح افتح بيكتشر فورمات، هتلاقي تحت الكلر في حاجة اسمها افكت. افتح الكلام ده
وشوف الافكت اللي انت عايزه. احنا هنختار الافكت ده. تعالوا بقى نعمل انعكاس للصورة دي. بعد ما عملنا لها جروب وعملنا لها افكت كده، حدد الصورة وبعدين من بيكتشر فورمات هتلاقي في حاجة اسمها بيكتشر افكت. افتح البيكتشر افكت، هتلاقي فيه كلمة ريفليكشن او انعكاس. نقي شكل الانعكاس اللي انت عايزه، هتلاقي فيه اكتر من شكل. خلينا ننقي الشكل ده كده. يبقى احنا كده عملنا انعكاس للصورة. كده بنكون عملنا تمرين في الوورد يجمع ما بين تقريبا كل الحاجات المهمة في تنسيق الصورة في الوورد. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد. كمان لو ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.